اهلا بيكم. انا زبده. النهارده هعمل معاكم الفطير الفلاحي او المشلتت. هيطلع خرافه زي ما احنا شايفين، هيطلع كمان طري من جوه ومقرمش من بره، سامعين بقى صوت القرمشه. هيطلع كمان طري معانا مورق، وطريقه فرد سهله ان شاء الله، ومش هنحتاج للفرن بتاع البوتاجاز خالص. ويلا بينا نشوف مقاديرنا ايه. بس يا ريت لو لسه بقى مشتركتوش في القناه روحوا اشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار باي فيديو جديد ينزل. ويلا بينا نشوف المقادير السهلة بتاعتنا والطريقة الأسهل هتكون ازاي. يلا بينا. طبعا الفطير ده محتاج ان احنا نعجنه كويس ونديله حقه في العجن عشان يدينا نتيجة كويسة. كمان لو كان بالسمنة البلدي ده طبعا بيفرق كتير جدا في الطعم، بس طبعا حسب المتاح عندك. انا هنا استخدمت زبدة على زيت، والزبدة بتهيألي بتبقى اخف من السمنة النباتي. انا عندي هنا كيلو دقيق منخول، عليه معلقه صغيره من الملح. كيلو دقيق ده انا عايرته طلع معايا 7 كوبايات حسب حجم الكوبايه بقى اللي عندك. طبعا نفس الكوبايه هتعايري بيها الميه. انا عملت كوبايتين ميه في الاول، خدتهم كلهم، وبعدين جبت كوبايه تالتة خدت نصها بس، يعني خدوا معايا كوبايتين ونص بس من الميه الفتره اللي من الحنفيه، ميه عاديه جدا. هبدأ أعجن لغاية ما الدقيق كله يتلم معايا. وعجينة الفطير دايما بتكون طرية بس مش بتلزق، يعني بعكس المخبوزات اللي احنا بنعملها وبنبقى عايزينها تكون طرية معانا. لا، الفطير بيكون طري بس مش بيلزق، يعني متماسك إلى حد ما عشان ما يتقطعش منك زي ما احنا شايفين كده. هبدأ اخدها معايا بقى، والمية دي اللي بقت معايا اللي هي باقي نص كوباية اللي هي التالتة. هاخد العجينة عندي وافضل اعجن فيها كده وافرد فيها واتني فيها، يعني اللي تعجني فيها على قد ما تقدري علشان تبقى ناعمة معاكي كده وتديكي نتيجة كويس. تمام. ابدأي قطعيها الكور. انا هقسمهم ل8 كور. اذا حابة تعملي الفطيرة 3 كور تمام، بتكون مورقة اكتر من جوه وبتبقى طرية اكتر من جوه. اما حباها مش تخينة قوي او مش سميكة قوي، يبقى كورتين كفاية قوي. طبعا قطعي الكور كده بالنظر، لو في ميزان هيكون افضل، لكن انا حاولت اقطعهم بالنظر على قد ما اقدر. وهبدأ اكور كل كورة كده وهحطها عندي في طبق مفرود او على بلانشة، ويكون الكورة متغلفة بالزيت كويس قوي من فوق ومن تحت. واهم حاجة نغطيها كيس تلاجة علشان وشها ما ينشفش ويشقق معانا. تمام. هركنها تريح كده يعني من ساعة إلا ربع ساعة، وابدأ اشتغل فيها. عندي هنا زبدة انا مسيحاها، زبدة اي نوع، يعني فرن او كريستال اي نوع موجود عندك. وحطيت عليها شوية زيت. تمام. هبدأ اخد كل كورة بقى، والمهم ان السطح قدامي يكون عليه زيت علشان لما افرد واجي اطبق ما تلزقش مني وتتقطع. تمام. بعد ما افردها بالنشابة هبدأ اخد كل طرف كده بالراحة عليا كده، ارحرح له كده وادخله الهواء. وشايفين بتمط معانا زي الاستيك ازاي وما بتتقطعش. وده علشان العجينه زي ما قلت لكم ما بتبقاش سايحه، بتكون متماسكه شويه. هبدا ادهنها بقى بالماده الدهنيه بتاعتي ايا كانت هي ايه، واقطعها كده على شكل ورده، واخلي اخر جزء قطعته كبير شويه. وابدا اخد كل جزء كده اطبقه على التاني. الطريقه دي سهله جدا في التوريق وتديكي نتيجه كويسه جدا. اخر واحده اللي انا سبتها كبيره شويه دي اللي بقفل عليها الفطيره وبلم بيها الفطيره. هاخد معلقة بقى من المادة الدهنية كده عليها واحطها في طبق مفرود. على ما نفرد الكورة التانية هبدأ افردها بنفس الطريقة واقطعها بنفس الطريقة برضو. وكل ما تلاقي العجينة قدامك ناشفة اديها دهنة زيت كده علشان تبقى سهلة في الفرد معاكي وما تلزقش منك. ابدأ افردي بالراحة. شايفين كل ما بترتاح معانا وكل ما بنعجنها كويس بتمط معاكي زي الاستك من غير ما تتقطع. آه طبعا كل ده بيكون عامل كويس ان الفطير يبقى ناجح معاكي. برضو بدهن الفطير او الكوره بعد ما فردتها، واحط الكوره الاولانيه اللي طبقناها ونقطع بنفس الطريقه ونلم بنفس الطريقه. انا هنا هعمل فطيرتين 3 كور، يعني هعمل 3 كور فطيرتين، وهعمل فطيره اخيره كورتين بس. تمام. عندي الولاد بيحبوا الفطير يكون طري قوي من جوه ومورق، فانا هعملها 3 كور. انتوا حابينها تكون ارق شويه اعملوها كورتين كفايه قوي، بتبقى كويسه. وهوريكم في الاخر دي وهوريكم دي الكرة التالتة هي انا بفردها وهدخل جواها برضو الكورتين اللي طبقناهم، وبنفس الطريقة هنقفلها ونحاول نحافظ على اخر جزء كبير شوية علشان نلم بالفطيرة كلها يبقى سطحها مقفل كويس مش متقطعة معايا. تمام. بعد كده هاخد الفطيرة بقى اريحها، مش هفردها دلوقتي خالص. اريحها في الطاسة ادهنها دهنة زيت، واريحها واغطيها بكيس برضو علشان ما تنشفش. وبعد ما ارتاحت اخدها بقى
افردها في الطاسة، وبعدين لو عندي بقى قشطة او معلقة زبدة من اللي احنا كنا بنفرد بيها، واغطي عليها كويس على نار هادية. شايفين بدأت تقب معايا ازاي؟ شايفين؟ عايزة اوضح لكم يعني تكونوا شايفين ان هي منتفخة معايا. بعد كده لما هتبدأ تلون معايا من تحت، ابدأ اقلبها بالراحة واتابعها طبعا علشان ما تتحرقش معايا. بعد ما هنقلبها خلاص هنطلعها بعد ما تاخد لون من الجنبين. عايزة بقى تغطيها تمام، انا بحطهم فوق بعض كده وبغطي عليهم، وبفضل برضو في قرمشة من بره وطراوة من جوه. دول الاتنين اللي هما 3 كور جوه بعض. وهنشوف دلوقتي اللي هي الأخيرة اللي عملناها من كورتين بس، سمكها برضو معقول، يعني طرية برضو وما نشفتش معايا ولا حاجة، وطرية هوريها لكم دلوقتي. تمام، اهي هي دي اللي من كورتين، طرية معايا اهي وما نشفتش ولا حاجة خالص، وكمان بتقرمش برضو. لو عملتوها كورتين بس الفطيرة هتديكوا 4 فطاير بالحجم ده. تمام، ما تفردوهاش قوي في حاجة كبيرة قوي مبالغ فيها علشان ما تنشفش منكم. قدموها بقى مع جبنة قديمة، مع مش مع عسل اسود، كده لوحدها. ممكن ترشوها سكر، الولاد عندي بيحبوها بالسكر. احيانا بفتحها لهم كده بالمقص كده 4/4، وبفتح كل ربع واحط لهم سكر في الرقات بتاعتهم، بيحبوها جدا كده. فكل واحد بقى حسب ما بيحب ياكل الفطير. تمام، اتمنى الوصفة تكون سهلة وعجبتكم. لو ليكوا اي طلبات اكتبوها لي في التعليقات، واكتبوا لي رأيكم كمان في التعليقات عشان بيهمني طبعا. واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. سلام.